ازيك يا بوكش؟ ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عارف النهارده نتكلم عن ايه؟ ادينا. انا هقول لك. عارف الرساله اللي جت لكل المصريين اللي مكتوب فيها الحق يا خالد ده عمك لها حته أيوة. اثار وعايز اللي يصرفها؟ ايوه عارفها؟ هي دي بقى مش هنتكلم عنها النهارده. لا احنا هنتكلم عن موضوع تاني، نتكلم عن الرسائل، بس مش الرسائل دي. طب ايه الرسائل؟ انا هقول لك. قول. كتير مننا اتحط في موقف ان هو يكون مثلا ماشي في طريق او ماشي في سكة معينة وهياخد قرار مهم في حياته، او مثلا بيفكر في حاجة يعملها ويفاجأ انه جات له رسالة خفية، رسالة من عند ربنا. عارف بقى انت الرسائل اللي بتيجي للناس دي؟ اللي هو انت ممكن مثلا تبقى راكب ميكروباص، او مثلا قاعد مثلا في البيت وعايز تقوم تعمل كوبايه شاي ومشغل اذاعه القران الكريم، فتلاقي في رساله كده جات لك مره واحده، ايه علقت في دماغك في موضوع بيشغل دماغك قوي، او مشكله مثلا حصلت معاك. يعني انا هقول لك مثلا موقف حصل معايا. مره كنت مخلص شغل ونزلت الف مسكن وعايز اركب اروح المقط، فطلبت اوبر. بعد ما طلبت اوبر انا جاي بقى عايز اقول لك دماغي دي هتتفرتك، وعايز اتخانق مع اي حد، ايوه لدرجه ان لو في دبانه جت وقفت على وشي هتخانق معاها. فجه سواق اوبر، اول ما ركبت لقيته هو راجل كبير، ومن الناس بقى اللي هي بالسوق وحاطط عينه قوي قدام الطريق مركز في الموضوع. عارف انت. فركبت جنبه، قعدت. اول لما قعدت على الكرسي بالظبط، ففي آية في القرآن كده جت: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سبحان الله. فحسيت فاهم ان في حد قال لي: انت ايه مالك؟ انت ايه اللي مضايقك؟ الموضوع ابسط مما تتخيل. تحس ان في حد طبطب على كتفك كده وقال لك ما تخافش، انت مش لوحدك. ايوه. ففي رسائل بتبقى جايه لك اللي هو يعني مثلا هي رسالة جاية بتقول لك الحل، الله ينور عليك، بس مش من بشر، رسائل سماوية. الله ينور عليك، بس بتبقى عايزه اللي يفهمها يعني، او اللي يوعى وقتها. وخلي بالك مش شرط ان هي تبقى رساله جايه من القرآن. يعني مثلا حصل موقف تاني، في حد كان مضايقني جدا وكنت عايز اكلمه اسمعه بقى كلام وبتاع، اقول له يعني ازاي اللي تعمله دوت فلقيت مره واحده في حد تاني بيتكلم في التليفون بيقول له: ما تعملش كده يا مغفل. فحسيت ان الكلمه جايه لنا يعني. الرسالة دي جاية لي انا. اللي هو مش ايه، انت المغفل، مش انت انا. اللي مغفل، انا المغفل، انا اللي كنت هعمل الذنب ده، انا اللي كنت هبهدل الدنيا خالص. ايوه. ففي حاجات كده بتيجي للبني ادم بس هو ما بيبقاش مستوعب ان دي جايه له هو. انت فاكر المسلسل اللي اتعمل بتاع مكتوب عليا بتاع اكرم حسني؟ لما قال يا رب اديني اماره. الامارات كانت بتعدي من جنبه كده كل شويه، انا مش عارف، يا رب اديني اماره، وتجيله يا رب اديني اماره. هو مش مركز. ده بياخدنا للسؤال اللي جاي، وهو ايه بقى؟ امتى انا احس ان دي رساله جايه لي انا من ربنا بتقول لي ما تعملش او اعمل؟ وامتى يعني افكر قوي واركز في الحاجه دي عشان اعرف ان دي رساله جايه لنا؟ يعني لانه ممكن الانسان بيتعرض لمواقف كتيره في الحياه. يعني مثلا نازل الشغل ممكن تلاقي راح ايه كعبل وهو ماشي، يوم واحد يقول لك دي رساله من ربنا بس ما اروحش الشغل بقى. لا دي مش رساله، دي تلكيكه. بالظبط. امتى افصل ان انا اعرف ان دي رساله من ربنا، وامتى اشوف ان ده ممكن تكون حاجه عاديه، لانه انسان ممكن يتعرض لقضاء وقدر عادي، يعني نصيب. مش كل حاجه هتحصلنا في الحياه لازم ناخدها انها رساله. هو اكيد ان البني ادم ربنا ميزه بالعقل، فمش اي حاجه هتحصل لك هتبقى رساله من ربنا. في رسائل، يعني الرساله اللي بتيجي من ربنا دي بتبقى حاجه مثلا، يعني انت قلت مثلا لحد كلمه ضايقته، او مثلا هتكلم حد هتضايقه او هتزعله او هتقول له حاجه مش حلوه، او بتخطط حتى لحاجه في حياتك عليك. مثلا فتلاقي مثلا في ايه راحت طالعه لك كده مثلا من محل وانت معدي او حاجه، فتقول لك: وقولوا للناس حسنى. يعني خلاص انت هتكلم مين؟ تقول له ايه؟ قول له حاجه كويسه يا عم، اقول له مثلا ده مثلا سوء تفاهم، حقك عليا ما تزعلش. ايه المشكله؟ ممكن تبقى مثلا راكب تاكسي ورايح تعمل حاجه حرام، فتلاقي ايه طلعت مره واحده كده قالت لك: لا تقربوا الزنا. قيس على كده بقى حاجات كتير قوي، يعني حاجات كتير قوي بتحصل معاك في يومك. انما طبعا مش هبقى ماشي مثلا في الشارع فاتكعبل فاتصل باصحاب الشغل اقول له: انا تعبان، انا اتكعبلت. انا مش جاي يا مدير، انا اتكعبلت. انت راجل ليك عقل، عارف ان الحاجه دي مبعوثه فعلا من ربنا. هو طبعا كل حاجه في الدنيا بتحصل تبقى قدر من ربنا، حتى السكون.
حتى البودكاست اللي انا وانت قاعدين بنعمله ده، اكيد ده تخطيط من ربنا. اكيد هو اللي مقدر كل ده بالثانيه واللحظه زي ما بيقولوا الفسوه. اكيد. حتى الحلقه دي ممكن تكون جزء من رساله مبعوثه لحد من ربنا، هيشوفها ويعرف انه في رسائل سماويه، وممكن يركز في الرسائل اللي جات له عشان يدرك حاجه هو كان هيغلط فيها او كان هيعملها. طبعا عشان البني ادم يعيد حساباته، انت لازم تعيد حساباتك. شوف انت مضايق كام بني ادم، شوف كام حاجه انت عملتها غلط او هتعملها غلط، او كام حاجه بتفكر لها هتغلط فيها. في ناس يا احمد بتبقى مثلا قبل ما تنام تقول لك انا بكره رايح مثلا المكان الفلاني، والمكان الفلاني ده هو عارف ان هو رايح يعمل حاجه حرام او حاجه غلط او طريقه هيمشي فيه غلط. فالبودكاست ده معمول علشان خاطر الناس تبتدي تفكر شويه، لان خلي بالك السوشيال ميديا بوظت شباب كتير قوي. الشباب بقت ماشيه في الشارع، اقسم بالله احنا ايام الجاهليه كانت ارحم. فعلا ايام الجاهليه كانت ارحم. حرفيا تمشي في الشارع تلاقي واحد لابس كوتشي قد المركبه، كله استرس وبتاع وحاجات زي كده، لا وعامل دماغه وشعره كده، واللي عامل شعره كده، واللي عامل خط كده، واللي قاطع حاجبه كده. ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ انت ازاي شايف نفسك كده امور؟ او انت ازاي شايف نفسك كده خطير؟ انت كده مش خطير ولا حاجه، ده بالعكس انت كده شكلك وحش جدا جدا. انا مثلا لو انا عندي بنت او عندي ولد صغير او كده، انزله ازاي وسط الناس دي؟ هيتعلم منهم ايه؟ ما هو هيتعلم الحاجات الغلط اللي هم بيعملوها. بخصوص ان انت اتناقشت في النقطه دي، انا كنت اسالك، هل انت بتعتبر ان الاشخاص دول من الاشخاص اللي ما خدوش بالرسائل اللي جات لهم، انه ما ينفعش تبقى انت شايف ان انت صح، ما ينفعش تبقى انت شايف ان المنظر ده مقبول؟ هل هو ما شافش الرسائل دي؟ اكيد، بس هو بالنسبه له ما عدتش عليه، ما خدش باله ما وقفش منها. عندها. ما وقفش عندها، ما وقفش من عندها، علشان هو الغلط اللي في دماغه هو مصر ان هو يعمله، هو عايز يعمله. طب انت شايف يعني ايه الطريقه اللي ممكن نوجه الناس بيها، الشخصيات اللي هم شايفين انه ده غلط بس هعمله، شايفين ان في رسائل بتجيلهم بس ما بيسمعوهاش؟ يعني لازم البني ادم يبقى واعي شويه. يعني انت عارف ان ده غلط، خلي بالك الغلط غلط، وانت عارف ان هو غلط، والصح صح وانت عارف برضو ان هو صح. مثلا واحد بيشرب سجاير، تيجي تساله السجاير صح ولا غلط؟ غلط. السجاير حرام ولا حلال؟ هيقول لك حرام. تسال واحده مثلا حاطه ميك اب كتير او لابسه ضيق او كده، انت شايفه ان كده حرام ولا مش حرام؟ تقول لك لا حرام. احنا عارفين الحرام وعارفين الحلال. اصل انت ربنا مديك عقل ليه؟ الحيوانات ايه الفرق بينك وبين الحيوان؟ العقل، التمييز. باينه معروفه. الحيوان عارف ان هو حيوان ملوش عقل، ما عندوش تفكير. خلي بالك هو ما عندوش تفكير بس تحسه بيفهم. الكلب لو ماشي وانت حطيت له اكل مره خلاص هو عارفك. الحمار لو ركبته مره ورحت بيه في مكان، لو جيت تروح بيه تاني في نفس المكان هيروح بيك في نفس المكان تاني. اخره الحاجه اللي هو ربنا خلقه ليها. الله ينور يقدر عليك. ازاي يعرف يجيب الاكل منين، يجيب الشرب منين، تستمر سلالته منين، هو ده اللي هو يفهم فيه. هو عارف هو نازل يعمل ايه، هو بالظبط. عارف ربنا خلقه على بالظبط. ايه، هو متبرمج هو على ايه. مسير مش مخير. الله، واحنا كمان. احنا مخيرين فيما نعلم، ومسيرين فيما لا نعلم. الله ينور عليك، احنا مخيرين ومسيرين. بالظبط. القدر بيتغير، انا عارف. انت صح. كبني ادم تعرف تغيره. صح صح. يعني مش اللي هو خلاص ربنا حطه فانت مش تقدر تغيره، لا انت هتغيره بس برضه بربنا، مش طب مش انا لوحدك. كنت سمعت معلومه، بس بصراحه انا ما اعرفش هي صح، فاكيد هسالك فيها. قول. انا سمعت ان الدعاء بيغير الاقدار. طبعا طبعا. سيدنا يونس لما رموه في البحر فالحوت بلعه، فربنا قال لك لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يعني لولا ان هو سبح ربنا، قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لو ما كانش قال كده كان هيفضل لحد وقتنا النهارده في بطن الحوت. انت متخيل؟ يعني انت مجرد ان انت تدعي، هو انت تدعي في اي وقت، مش ما عندناش وقت معين ندعي فيه، بس في اوقات عارف انت ولله المثل الاعلى، لما تبقى نفسك في موبايل مثلا وتروح تقول لباباك والنبي بالله عليك، وتعيط له تعيط له جامد قوي لدرجه ان انت تصعب عليه ان هو حتى لو معهوش فلوس ممكن يروح يستلف لك فلوس عشان يجيبه لك. بص انا شايف في النقطه دي ان انت تدعي في اي وقت، هو انت تدعي في اي وقت، ولكن بقدر يعني سعيك وراء الشيء تكثف دعائك فيه. الله ينور عليك. يعني نفسك ان انت تنجح، كثف دعائك وتسعى طبعا ان انت تنجح، ويبقى بيقين. لكن ده مش معناه انك مش تدعي بقيه الوقت. لا تدعي انا مش عادي. بقول كده، انا بقول لك ان انت في اوقات معينه كده بتبقى انت متدمر فيها، خلاص ما عندكش، مش لاقي حد ينجدك، رحت لكل حلول الدنيا
ومفيش ولا حل مشي معاك. فبترجع بقى انت في الوقت ده تقول يعني انا مش عارف اروح لمين. انت هتروح لمين بقى؟ طيب احنا اتكلمنا عن الجزء الاول، وهو الرسائل الربانية اللي بتيجي للشخص اللي يوشك ان هو يقع في خطأ، تمام. صح؟ يعني نتكلم عن الجزء التاني، وهو برضو جزء مهم جدا، ناس كتير مش بتدرك الجزء ده، وهي الرسائل الربانية للناس انها تعمل الحاجة الصح. يعني ممكن حد توجهه للصح. يعني ممكن واحد يبقى مثلا النهارده انا ما كنتش هنزل من بيتي، فاهم قصدي؟ تمام. وخلاص انا قاعد اليوم ده، نزلت قابلت ناس، الناس دول قالوا لي انت ايه اخبار الشغل؟ قلت لهم ده انا سايب الشغل. قالوا لي يا ده احنا كنا بندور على فلان، احنا كنا بندور على شغل. رحت مكان على اساس ان انت هتعمل حاجه صغيره، فوجئت ان انت عملت شغل اكتر وكسبت اكتر. تمام. الرسائل اللي بتوصل للانسان، او مثلا حاجه وجهتك لشيء معين وانت مش عارف ايه ده، انا رحت ليه هنا، انا ايه اللي جابني المكان ده. تمام. الرسائل اللي بتوجه للحاجه الكويسه. احنا قلنا النص الاولاني اللي هو بتوجه ان انت ما تعملش الغلط، يعني انت ممتنع رايح تعمل معصيه، تمام. فتاخد الرساله. طب ما انا ممكن ابقى رايح مكان وربنا يديني رساله حلوه. طبعا اكيد. الناس بقى هل هم المفروض يركزوا في الرسائل دي وياخدوا بيها برضو، ولا هم بيبقوا ماشيين وخلاص، اللي هو انا رحت عملت ده باجتهاد مني، لا هو مش مؤمن اصلا ان في رسائل. هو اكيد انت بتعملش حاجه باجتهاد منك، انت مش شاطر يعني، ما خليك بالعقل كده. ربنا اللي مقدر لك كل شيء بيحصل لك، فانت مش شاطر، هو انت بس سعيد. يعني انت لولا ان انت سعيد ما كانش هيجي لك حاجه. وخلي بالك في ناس ما بتسعاش وبيجي لهم كل حاجه. انت مش شاطر، بس هو الموضوع كله تقدير الهي. انت ربنا مقدر لك ان انت هتمشي في الطريق ده، او هتكلم مثلا محمد في التليفون عشان انت بتسأل عليه، ايه يا ابو حميد عامل ايه، طمني عليك، دنيتك ماشيه ازاي. فقلت له والله انا ساب الشغل مثلا. ساب الشغل ليه؟ مثلا انا حصل معايا ظرف واحد اتنين تلاته فقعدت من الشغل. طب بقول لك ايه، انا عندي شغل. طب ايه هو الشغل؟ فقعدت اتدردش معاه. طب قابلني اقابلك. رحت قابلته وقعدت معاه. لقيت ان انت في شغل وفي دنيا وفي موضوع وانت اصلا ما كنتش مخطط لحاجه. فده شطاره منك. لا طبعا. ممكن بقى تجتهد مع مثلا مع فلان اللي انت كلمته ده، فتلاقي الموضوع وسع قوي معاك. بدل ما كنت بتاخد 5 بقيت تاخد 10، بدل ما كنت بتاخد 10 بقيت تاخد 20. انت كده مش شاطر برضه، انت كده ما عملتش حاجه. هو اللي عمل ربنا. انت سعيد، دي احنا نبقى متفقين عليها. لان في ايه في القران بتقول لك ليس للانسان الا ما سعى، بالظبط. وان سعيه سوف يرى. فسوف يرى دي يعني انت بتسعى خلاص، مالكش دعوه بقى، هو ربنا بيشوفه. اللي ربنا بيشوفه ده هو اللي بيجازيك عليه. بالظبط. شافك لو انت بتعمل كل حاجه في ايدك مش شرط يجي لك دلوقتي برضه. عشان في ناس بتبقى اللي هو ايه، والله انا نزلت دورت على شغل وفحت نفسي بس ما لقيتش حاجه، فقعد. فين السعي؟ هات اخرك خالص. انت نازل ليه؟ هو انت ربنا بعتك هنا ليه؟ عشان تسعى. اجري. تسعة طبعا. اجري. اجري على قد ما تقدر. لما هو يشوف ان نفسك اتقطع يديك، وممكن يديك أنا من اول خطوه. شايفها بشكل تاني بصراحة. ممكن يكون كلامي غلط، بس أنا ده اللي مقتنع بيه. شايف إنه لأنه ربنا أعلم بالسر وأخفى، وأعلم بالنوايا. يعني أحيانا بيبقى الإنسان بيبدو إن هو بيسعى، بيبدو إن هو بيتعب، الله بيبدو إن ينور هو عليك. بيجتهد، بيبدو إن هو خبط على كل البيبان، لكن هو من داخله ما عندوش اليقين الكافي إن هو ربنا هيكرمه، ما عندوش اليقين الكافي إن هو ينجح، فبيفضل يسعى سعي إلا ربع. فاهم؟ لا هي مش كده. اجتهاد الا ربع، لانه مش كده. في حته يقين مش موجوده. لا مش كده برضه. هو المشكله بيبقى حاطط ثقه في نفسه زياده قوي، ما عندوش الثقه اللي هي انا واثق في ربنا فهسعى عشان ربنا قال لي كده. لا هو بيبقى واثق في شطارته وفي ذكائه وفي معارفه وفي قدراته وفي خطواته. مفيش مشكله، خلي عندك ثقه في كل اللي انا قلته ده، بس الثقه الاولى في ربنا. انت عارف ان ربنا هيشوفك، فانا بعمل يا رب وانت شايف. انما في ناس بتعمل الخطوات دي وبعد كده تثق في ربنا. انا عايز احكي لك قصه، تجربه شخصيه انا يعني معايا. انا لو انت قصصك مثيره الصراحه بحب اسمعها. هما قصتين، بس قصه حصلت معايا انا شخصيا وقصه اتحكت لي. انا احكي لك الاول القصه اللي حصلت معايا انا شخصيا. احنا كنا في رمضان،
وانا من بدايه رمضان كان عندي فقدان للشغف كده شويه، فبصراحه كان اخري بصوم، يعني اخري بصوم واصلي. اصلي كمان الصلوات الاساسيه، ما صليتش ولا صلاه تراويح ولا فتحت القران اساسا. وعدى نص رمضان واخواتي كانوا بيتسابقوا ان هما اللي ختم القرآن او قرب يختم القرآن، عشان ابقى دقيق كان خلاص، يعني اخويا الكبير مثلا كان قرب يختم القرآن ما شاء الله، واجتهاد وصلاة والكلام ده كله. وانا ما تعرفش ليه ما كانش عندي لهذا الشغف خالص، فكنت اخر اصوم واصلي الصلوات العادية. جينا في نص رمضان انا صليت وصمت اليوم وصليت، وبعد الصلوات كلها نمت بعد العشاء. بعد ما نمت انا حلمت ان انا ماشي، وفجأة انا سامع صوت قرآن جاي من بعيد قوي، والصوت بيقرب وانا ماشي بيقرب لغاية اما لقيت باب جامع مفتوح البابين، والناس جوه كلهم بيصلوا صفوف. فلما قربت اكتشفت ان هم بيصلوا التراويح. حلو. الامام بيقرا القرآن، وبعدين واحد واقف قدام الباب انا ما اعرفش ده مين، فانا بقول له هم خلصوا؟ قال لي لا لسه، ممكن تلحق خش. المهم دخلت وصليت معاهم وقمت يعني مجرد ما دخلت اصلي معاهم قمت من النوم. انا بالنسبه لي رسالة. اول ما قمت من النوم دي رساله من ربنا طبعا، ربنا بيقول لي لسه ممكن تلحق. طبعا انت وصلت لنص رمضان وانت حاسس انه خلاص الوقت فات، وانه خلاص بعد انا ضيعت نص رمضان ومش هلحق. فلا ربنا بعت لي رساله في الحلم ده انه يقول لي لا انت هتلحق، ورساله صريحه. ايوه يعني هو الراجل ده واقف ما بيصليش معاهم، هو واقف قدام بقى عشان يستنيني يقول لي الكلمتين دول. أيوة. لا لسه ممكن تلحق خش. ودخلت. اول ما قمت انا عايز اقول لك انا خلاص بقى الرساله جات لي، قلت انا مش هفوتها، دي من عند ربنا. انت متخيل لما ربنا يبعت لك رساله؟ طبعا. قمت ومن يوميها انا قعدت ملتزم جدا، صلاة التراويح والصلوات الأساسية والصيام بالتزام وقراءة القرآن. أنا ختمت القرآن تقريبا مرتين ما شاء الله في 15 يوم، والمفاجأة إن أنا أول ختمة للقرآن كانت قبل ما أخويا يخلص، ما شاء الله، اللي هو كان قرب يخلص أصلا. انت سبقته. أنا سبقته لدرجة إن هو مبقاش مصدق أنت أيوة، إزاي عملت كده؟ بقى عندك يقين إن أنت جالك رسالة. بالظبط. أنا بقى شايف إنه أو عايز أناقشك في الموضوع ده، فكرة الإيمان بالرسائل وانك تصدق فيها، ده ممكن ياخدك فعلا لناحية ايجابية جدا، او يطور حياتك او يخليك احسن نسخة من نفسك. وليه الناس مش بيدركوا ده؟ ليه الناس مش بيقفوا عند الحتة دي؟ هما بيحسوا ان الرسالة دي مش ليهم، او هو مش مركز في الرسالة، هو مركز زي ما بنقول بالمصري كده في القرف اللي هو عايشه، بس هو مش عايز يخرج بره الحتة دي، هو حبس نفسه في وخلاص قفل على نفسه. ليه يا عم تعمل في نفسك كده؟ ده الدنيا ابسط من كده. تحب تقول لهم ايه؟ يعني تحب انت تقول للناس اللي هم مش بيركزوا في الرسائل اللي بتجيلهم يعملوا ايه؟ احب اقول له شوف انت مخلوق لايه، اسعى. انت مش عايز تسعى. احنا النهارده الشباب عايزه تاخد 10,000 جنيه في الشهر و20,000 جنيه في الشهر و30,000 جنيه في الشهر. هم ياخدوا عادي، ده انا مش شايف ان دي مشكله، مش مشكله، ولكن قدمت ايه عشان تاخد ده؟ انت مقومات حضرتك ايه؟ اشتغلت في ايه قبل كده؟ عندك قدرات في ايه؟ هتفيدني بايه؟ انا كراجل مثلا هشغلك عندي، انت عندك ايه تقدر تفيدني بيه؟ انت عارف الجزء اللي انت بتتكلم فيه ده بيخليني افكر، ده احنا نعمل له حلقه تانية. افكر لا في حته، ايوه صح، انا ممكن نعمل حلقه فعلا منفصله للشغل ده والسعي والكلام ده طبعا. كله. بس قصدي يعني جت في دماغي لما انت اتكلمت في النقطه دي انه بعض الرسائل اللي بتيجي للناس ممكن تكون بوست على فيسبوك، اللي هو انا دلوقتي عايز اشتغل وعايز اطور من مهاراتي، يجي لي بوست مثلا يقول لي خد كورس، بوست يقول لي مثلا نمي مهارتك في الفلانيه، ايوه اتعلم الحاجه الفلانيه، وانا مجري وشايف اي فيديو بقى هلس اتفرج عليه. طب ما دي رساله. طب انا هقول لك على انت عايز تنجح، دي رساله من ربنا. في شاب مونتير انا عارفه، صاحبي جدا كمان، كنا قاعدين وكان بيعمل لي مونتاج لفيديو. انت عارف المونتير ده بدون ذكر اسمه. المهم ايه، بيعمل لي مونتاج ما بيعملش مونتاج حلو ده. لا لا والله، بس شاطر جدا ما شاء الله يعني. فبعدين بيعمل لي مونتاج لفيديوهات، فقعدت ازن عليه بقول لك ايه، اتعلم الذكاء الاصطناعي، في حاجات فيه مفيده جدا جدا هتعجبك قوي. فقعد يقول لي بقول لك ايه، انا مش جاي معايا الذكاء الاصطناعي. قلت له يا عم اسمع مني. قال لي لا ده انا خايف من الذكاء الاصطناعي، ده هياخد مكاني وبتاع. قلت
قلت له يا عم مفيش حد ياخد مكانك ولا حاجه، استغله، هتلاقي في حاجات حلوه جدا تفيدك في شغلك. فالفكره ان الناس مش عايزه تطور من نفسها، الناس متعوده على الشغل الروتيني. بتخاف من التغيير. ليه بتخاف من التغيير؟ كل حاجه بتتغير، انت نفسك بتتغير، انت نفسك هتموت وفي ناس هتولد تاني من اول وهتعيش حياه أكيد. تاني والدنيا لا هتدور. شكلنا اخر ناس في اللي بيحصل هتقفل ده. علينا. شكلنا احنا هتقفل علينا. خلاص اخر جيل دي مش خلي بالك احنا جيل اتنفخ برضو، اتنفخ، بس دي اقدار. ايوه دي اقدار، يعني دروس تتعلم منها، ودروس لاولادك تقولها لهم عشان يتعلموا يكافحوا ازاي ويمشي في الحياه ازاي ويتعامل ازاي، ولما يصادف ان لما تجيله مشكله فلانيه يقف قدامها ازاي. عايز يشتغل وعايز يقبض مرتب محترم وعايز يعيش في احسن حال، مش عيب، مش عيب خالص. صح. نمي نفسك. صح. الفكره ان احنا مش بننمي نفسينا، صح. يعني ما بنتلفتش للحته اللي هي بتاعت دي حاجه جايه من ربنا، ربنا هو اللي بعت لي الرساله دي. انت ممكن الرساله تجيلك في وسط السكرول اللي انت بتعمله على الفيسبوك، ممكن يبقى بوست بيقول لك قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فانت تفر زي ما انت بتفر كده، كمل، ما بتاخدش بالك منها، مع ان انت لو قلتها تاخد حسنات قد كده. اكيد. بس انت مش جاي معاك، ليه؟ انت جاي معاك فاتح المنصه دي عشان حاجه معينه، انت بتضيع وقتك، ملهاش حل تاني. انما انت لو انت عارف مثلا ان انا هفتح المنصه الفلانيه دي هقعد عليها ساعه عشان افك مثلا، وطبعا الساعه دي مش هتفك تتفرج على ناس بترقص وتتفرج على مغنيين وكده، اكيد انت فاتح تفك اللي هو ايه، بتقرا حاجه، بتتعلم حاجه في الحنين بحاجات بسيطه. احنا ما بنعملش كده، انت بيبقى 48 ساعه في ال 24 ساعه قاعد مسحول، هم ساحلينك، انت اللي غاوي كده. فما تطلبش في مره ان انت مثلا عايز تصحح من نفسك، لان انت اصلا ماشي غلط. نروح من كلامك ده للجزء الثاني، الرسالة اللي احنا عايزين نتكلم عليها، وفي نفس الوقت برضو القصة التانية اللي انا قلت احكيها لك. القصة دي ما حصلتش معايا شخصيا، ولكن حصلت مع حد انا عارفه، يعني هو حكاها لي. القصة كانت انه في الراجل ده كان كويس وكل حاجة، ولكن يعني ما كانش من الاشخاص اللي مثلا بيهتموا بان هم يتصدقوا او يطلعوا خير او ايا كان، وكان مقتدر ماديا. الشخص ده كان نايم بالليل متأخر جدا، يعني تقريبا كان قرب الفجر، وجاله حد في الحلم او جات له رساله في الحلم قالت له روح للمكان الفلاني. فالرساله دي يعني قومته من النوم ورجع كمل نوم تاني، فجات له رساله تاني في الحلم روح للمكان الفلاني، وهو مكان مسجد. فقام تاني وهو معتقد ان ده يعني ايه، مجرد حلم عادي، احلام. فحلم تاني بنفس الرساله بتقول له روح للمكان الفلاني، قال بس بقى ما بدهاش، دي جايه لنا، دي جايه لنا. قصدي انا. المهم راح للمكان ده، وهو مكان مسجد، ودخل. ده كان قبل الفجر، ما لقاش غير شخص واحد بس قاعد بيصلي وبيعيط وعمال يدعي ربنا. دخل له الراجل ده وبدأ يسأله، يقول له انت ايه مشكلتك، ايه حكايتك، انت ليه بتعمل كده؟ فالراجل قال له ان انا عندي ظروف، وان انا حالتي الماديه صعبه جدا لدرجه ان انا حتى مش عارف ان انا اصرف على بيتي، وشفت انه انا مش هينفع الجا لحد من البشر، فلجأت لربنا، وكنت بدعي له انه يا رب حل مشكلتي، تمام، ما قداميش حل تاني. الراجل ايقن ساعتها ان دي رساله من ربنا جايه له، وبدأ راح وجايب للراجل ده حاجات لبيته كتير جدا ما شاء الله، واداله فلوس وراح اداها له. فالراجل قعد يقول الحمد لله وبيعيط. فهو بيقول له لو عوزت حاجه كلمني، انا ساكن في المكان الفلاني. جميل. قال له لا، لو عوزت حاجه هكلم ربنا اللي أيوة جابك من نومك لغايه هنا. القصه دي انا لما سمعتها ادركت حاجتين. الحاجه الاولى هي فكره انه انت ما تلجأش للبشر، الجأ للي خلق، دي رقم واحد. معروفه. الحاجه التانيه انه مش كل الرسائل بتجيلك علشان تمنعك عن شر او توجهك لخير، ساعات الرسائل بتجيلك عشان تكون لحد تاني. فاحنا بنتكلم ان الرسائل مش شرط تجيلك علشان تمنعك عن شر او توجهك لخير، ممكن كمان الرسائل تجيلك علشان تقولك اعمل حاجة لحد تاني، يعني الرسالة دي تكون لشخص تاني. انت شايف انه احنا محتاجين فعلا نبص على الرسائل اللي بتجيلنا للناس التانية؟ اكيد طبعا محتاجين نبص على الرسائل اللي بتجيلنا كل يوم وكل لحظه من ربنا. ما هو انت ممكن تبقى فكر زنقه حد، وممكن يبقى حد تاني فكر زنقتك انت، بس هي الفكره ان انت ما تلجأش لحد كده كده. يعني
اكبر حاجه ممكن يعملها لك البني ادم هو اللي ربنا كاتبه. فانت بتروح لبني ادم، مش بتروح للي خلق البني ادم. يعني كان الدكتور مصطفى محمود كان بيقول لك حاجه حلوه جدا، بيقول لك شوف البني ادم عمل ايه للبني ادم عشان يسعده. اقصى حاجه عملها ايه؟ طلع الفضاء، ركبوا طياره، ركبوا عربيه، عمل فيلا. فتخيل اللي ربنا عامله لك او مجهزه لك او بيجهزه ليك او محضره لك. فانت تروح لمين بقى كده؟ صح. مين اللي عنده خزائن كل الحاجات اللي عند كل البشر دي؟ وخلي بالك كل اللي عند البشر ده ما يجيش حاجه من خزائن ربنا. فانت بتطلب من مين؟ فالمفروض ان انت تطلب من اللي خلقك واللي خلقه، لان اللي خلقك واللي خلقه هو اللي خلق الارض دي كلها بكل حاجه فيها. طيب ايه الرسائل اللي توجهها للثلاث اشخاص اللي بيجي له رساله تمنعه عن شر، واللي بيجي له رساله توجهه الخير، واللي بيجي له رساله يروح بيها يعمل خير لحد تاني؟ احب اقول للناس ان كل حاجه بتحصل حوالينا هي مش صدفه، هو تقدير من ربنا سبحانه وتعالى. فلازم انت بقى تدعبس وتفحص في كل حاجه بتحصل لك في يومك ايا كان بقى الحاجه دي. يعني ركز شويه، احنا بقينا حوالينا مشتتات كتير وحاجات ملهيات اكتر. فلا ركز، سيبك من كل الحاجات دي، كل دي حاجات متزينه علشان خاطر توديك في حته غلط. فلا ركز في يومك، ركز في الشغل اللي انت بتشتغله، ركز في مذاكرتك، ركز في ان انت تساعد الناس. كل لما تساعد حد هتلاقي حد بيساعدك، ربنا هيسخر لك حد يساعدك. مش شرط يساعدك دلوقتي، ممكن يساعدك في كل حاجه. وبكده البوكش لخص وخلص. استنونا الحلقه اللي جايه علشان في موضوع جامد قوي هنتكلم فيه. سلام.